السلام عليكم. رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، اشرف داري، مصطفى العيش. ده مثلا رباع النادي الاهلي. طب حلو. ده هيبقى رباع الاهلي في كأس العالم للأندية. حلو. ومن الاساس، هل الدفاع يعتمد على منظومة دفاعية او على اسماء؟ هذا الموسم النادي الاهلي في الدوري حتى الان استقبل شباكه 9 اهداف في بطولة الدوري المصري، بجانب 7 اهداف في دوري ابطال افريقيا. كارقام، ده يعني النادي الاهلي كده مقبول. لا- لكن كأداء دفاعي وعلى ارض الملعب، لا، في مشكله كبيره فنيه. ماشي. ومساحات لعب متكرره في مساحات في كل مباراه بيلعبها الاهلي، في مساحات كبيره وشاسعه في ظهر المدافعين والباكات. في ظهر المدافعين والباكات. المهم، طبعا في فقدان الشخصيه الدفاعيه للنادي الاهلي. مفيش الشخصيه الدفاعيه للنادي الاهلي. الشخصيه الدفاعيه اللي في النادي الاهلي ما لقيناهاش مع ياسر ابراهيم ورامي، او ما لقيناهاش مع العش ورامي، او ما لقيناهاش مع اشرف ورامي. مفيش الشخصيه الدفاعيه القويه بتاعت النادي الاهلي. وده رقم واحد، ده الكلمتين كده. الزمالك يحدد تجديد عبد الله السعيد لمده موسمين وعدم الاكتفاء بموسم واحد. ليه يا عم؟ هتلعبوه لحد متى بالظبط؟ ماشي، مقبوله منك. احمد شوبير يهدد نادي الزمالك في تصريحات فضائيه. الزمالك في مفاوضاته الحاليه مع سان تاتيان الفرنسي لتقليل السعر المتفق عليه لضم محمود بن تايج. نصيحتي للزمالك، بلاش تقللوا السعر اللي اتفاوضتوا عليه، عشان ما ينفعش تفرطوا في اللاعب زي ده. وسعوا وقال كلام، عشان مش هنلقى الكواليتي ده في حتة تاني. مش هنلقى الكواليتي ده في حتة تاني. يعني يا عم بدر، يعني ممكن اللي حصل مع بن شرقي يحصل مع بنتاي؟ والله جايز، وكل شيء الله اعلم. سلام.